السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا كاملين في صحة جيدة إن شاء الله يا ربي، والله يشافي الجميع. كنسمع دائما الناس اللي عندهم نقص ديال فيتامين دي وأنا منهم، الله يشافيني ويشافي الجميع يا ربي آمين. وقتاش ناخد فيتامين دي، مع ياش ناخدها، واش قبل الماكلة، واش مور الماكلة، واش. المهم أنا غنعطيكم دابا راه نيت جيت غادي ناخدها عاد قلت نصور فيديو. المهم هاكا أنا كندير هادي الطريقة اللي كندير، كنجيب شوية ديال زيت الزيتون أولا زيت العود، ها هي كندير واحد شوية هنايا. ولكن بحال دابا أنا كليت الحوت المهم دايرة الحوت بحال قلتو مبخّر، هو خلاص كيكون أصلًا ميدّم، ومعاه شوية شي حاجة ميدّمة. المهم ضروري تاخدو الفيتامين دي إلا بغيتو تاخدوها، خدوها مع شي حاجة ميدّمة، تكونوا كليتو واحد الوجبة اللي هي دسمة أولا ميدّمة نيت. ولا حتى إلا شكيتو ما كليتوش اللي دام ولا، من الأحسن تاخدوها مع الزيت، وزيت الزيتون أولا المهم أي زيت، من الأحسن زيت الزيتون، أنا كنديرها مع زيت الزيتون أولا زيت العود. كناخد هكايا، عندي هاد لامبول هادي، هاد المرة أنا خرجوا لي هاد الشكل هذا، لامبول هاكا. المهم خلاص راه فتحتها من قبل، ها هي كنجيبها بحال هكايا، بسم الله. كنشدو هادي باش ما تطرطقلناش في يدنا، بسم الله. نحيدو هاد الزجاجة هادي، كنحلها من الجهة الأخرى. أنا كنوريكم دابا كيفاش كندير أنا، كنجيب ضغمة ديال الخبز بحال هكا كنحلها على الجهة ديال البابة صافي، وكنغمس هنايا في الزيت هو الأول. ها هي غتشرب هاد الزويته هادي، وهنايا عاد ها هي هذا نبدا نخوي عليها هاد الفيتامين دي صافي، وكناكلوها. الله يشافي الجميع. المهم راه خديتها دابا باش ما تضيعليش، وحتى إلا طاحوا أنا علاش كندير هاد المعلقة هادي، حيت كندير فيها شوية الزيت وكندير فيها الفيتامين دي، حتى إلا طاحت شي قطيرات من الفيتامين دي ولا هذا كنبقى صافي كنهزها بديك البابة كنبقى نجمعها، هي راه نشفتها هنايا. والله يشافي الجميع. هذه هي الطريقة اللي كندير أنا، ونفس الطريقة ديروها في الصباح، ولكن مثلًا تكونوا غمستوا في الزيت، لأن هي المهم هي أحسن طريقة أنها تخدم على الزيت. والله يشافي الجميع كيف ما قلت لكم، وتبقاو على خير. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد.